لو انت على علاقة بشخص وبيتهرب منك، اسمع الفيديو ده. هقولك على 4 خطوات في علم النفس العكسي هتخليه يرجع لك بمنتهى السهولة. اول خطوة هي انك تخليه يلومك، بمعنى انك ما تلتزمش ناحيته باي حاجة. اي حاجة يطلبها منك ما تعملهاش. بيطلب منك ما تروحش المكان الفلاني، روحه. بيطلب منك ما تسهرش، اسهر، وهكذا. اللي هيحصل هنا انه هيلاقي نفسه دايما بيحاول يخليك تلتزم ناحيته بانه يعاتبك او يهددك انه هيسيبك. ما تخافش، مش هيسيبك. هيحاول كمان انه يحسسك بالذنب من خلال انه يلعب دور الضحية، وهو ده المطلوب، هو ده اللي هيخليه يرجع يتعلق تاني. طب ازاي؟ قيس ده على نفسك. هتلاقي ان اكتر شخص بتلومه هو اكتر شخص انت متعلق بيه. الخطوة التانية بعد ما تخليه يلومك، فهنا ممكن يزهق ويمشي. فعشان ما يمشيش لازم تخليه يطمع. طب ازاي؟ كل العلاقات للأسف بيحكمها المصالح. يعني لما بيكون عندك مصلحة مع شخص فبتلاقي نفسك بتقدم له كل اللي تقدر عليه، والشخص اللي مطنشك ده وبيعاملك بطريقة مش كويسة، مصلحتك معاه هو انه لما بيقرب منك بتكون سعيد جدا وفي احسن حالاتك، والمصلحة دي للأسف عاطفية. فاللي عايزه منك هنا هو انك تعكس الموضوع، خليه هو اللي يبقى عايز منك مصلحة. طب ازاي؟ حاول تعرف ايه هي الحاجة اللي بيدور عليها، ايه الحاجة اللي ممكن تغريه، ووهمه انك بتمتلك الحاجة دي، وهنا هتلاقيه ما بيعملش اي حاجة غير انه بيجري وراك. اما الخطوة الثالثة هي انك بعد ما تطمعه لما تيجي تتكلم معاه خليه هو اللي يكتر في الكلام مش انت. يعني بعد ما يضايقك او يتجاهلك ويجي يفتح كلام، رد عليه رد من كلمتين: كنت محتاج حاجة؟ ردك ده هيبين له انك لاحظت غيابه وما عجبكش اسلوبه، وده اللي مخلي كلامك قليل جدا معاه، وده هيخليه يحس انه غلط في حقك ولازم يعتذر ويحاول يرجع لك مرة تانية. فخدها قاعدة: كل ما زاد كلامك كل ما قلت هيبتك، لان الناس اللي كلامهم كتير دول بيحاولوا يلفتوا الانتباه ويشرحوا نفسهم ويقنعوا اللي قدامهم بنفسهم. فبلاش تكون خفيف، أثر. أما الخطوة الرابعة وهي إنك تستخدم معاه مبدأ الندرة، بمعنى إنه كل ما كان في شيء نادر كل ما زادت رغبة الناس في إن هم يتقربوا من الشيء النادر ده. يعني لازم تكون واحد من الناس النادرة، تكون واحد من الناس الغير متاحين دايما. يعني لما يكون عايز يقابلك أجل الميعاد، لما يكون عايز يتصل بيك اختفي ما تردش، لو كلمته لمدة 2 أو 3 اليوم الرابع اختفي تماما. وهنا هتلاقيه بيدور عليك وبيستناك بفارغ الصبر، ولما ترجع هتلاقيه بيديلك كل الاهتمام ومش هيتجاهلك مرة تانية.